السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم على قناة دوجي أم بدر. النهاردة جاية لكم بموضوع أنا لاحظته على السوشيال ميديا وبالأخص صفحة الفيسبوك بتاعتي. جيت بقلب لقيت بعض الأطراف بيتكلموا على حاجات معرفش آخرتها إيه، ألا وهي نسمي بسم الله كده وكملوا معايا الفيديو للآخر، لأني عايزة أعرف آرائكم في الناس اللي من النوعية دي. الناس اللي من النوعية دي أنا عن نفسي أسميها خنازير. يعني إيه خنازير؟ لما يكون 2 أصحاب قاعدين مثلا على صفحة السوشيال ميديا ألا وهي أي منصة، وما يتعرفوا على واحدة مثلا متجوزة أرملة مطلقة أيا كان شخصيتها، وبمجرد ما تدخل معاهم المنصة دي وتحضر معاهم بث مباشر مرة واتنين وتلاتة ويحصل فيه علاقات وتماديات بالكلام، ولما يجي يحصل خلاف معين ايا كان بقى ايه تفاصيل الخلاف ده، فتقوم هي سايبة التيم ده وتمشي. فاللي يحصل ايه؟ ان هو ياخد كل صورها وحاجتها اللي موجودة على صفحتها ويعمل منها منفضة. يعني ايه منفضة؟ يفضحها على السوشيال ميديا ويقول ان هي فيها وفيها وفيها، ونقي بقى من الكلام كل ما اقذر من الكلام. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. انا عايزه اعرف رايكم في الناس دي. طيب ده نوع من انواع الخنازير، ان انت تصطاد واحده وهي تقع في الفخ بتاعك وتقوم لما هي ترفض حاجه معينه تقوم تفضحها على السوشيال ميديا. في نوع تاني من نوع الخنازير، واحد خنزير يلاقي واحدة في أمان الله قاعدة في اللايف بتاعها أو قاعدة بتشتغل أيا كان شغلها، بس يكون في السوشيال ميديا، فيدخل يكلمها 1 2 3 4 رفضت. فازاي بقى الشخصية دي تترفض؟ فاكر نفسه فالنتينو حياته، يدخل بقى يفضل يدور عليها بقى على الفيسبوك على التيك توك على اي منصة، ويفضل وراها يلف وراها يلف وراها. مش عاجباه الست، ما هياش عايزة تمشي في طريق الغلط، تعمل ايه؟ هو يعمل ايه الخنزير؟ يقوم ينقي بقى صورها اللي في كل حتة ويطلع عليها محادثات فيك، ويقوم عايز يطرحها على السوشيال ميديا. وعايزة اقول لكم ان في حكاية من الحكايات دي، واحدة قالت لي بما ان انا بشتغل في برامج تانية زي الميج والميكو والتيك توك وكواي، انا عندي صفحات في كل حتة. حكاية منهم واحدة رفضت انها تتكلم مع واحد، قام عمل محادثة فيك وسحب صورتها وعمل محادثة فيك على انها فيها الفاظ خارجة. طب هي ما عملتش الكلام ده، ما حصلش منها حاجة زي كده. ايه اللي حصل؟ عمل صفحة تانية وحط صورتها وحط صورتها الشخصية وحط اسمها ومحادثة فيك ما بين تليفونه يعني تليفوناته هو، وبيهددها بيقولها انت لو ما عملتيش كذا انا هفضحك وهعمل كذا. طب خلاص، ايه رأيك يا مبادر؟ قلت لها يعني انت عملتي حاجة؟ لا ما عملتش. طب خلاص اعمل اللي انت عايزه. ليه يا خنزير تعمل كده؟ ليه يا خنزير تروض عن واحدة يعني متزوجة وماشية في امان الله وبتشتغل؟ ليه يا خنزير تعمل كده؟ ده واحد منهم. في خنزير تاني متفق مع واحد انه يفضح عرض الولاية. يعمل ايه؟ ياخد صورهم بالطرح بكده ويقوم حاطط على واحدة عريانة، حاطط على مش عارف حاجات اللي انتوا فاهمينها دي. طب انت شايف نفسك ايه يعني عند ربنا لما تستر، لما تفضح ستر واحدة او تحاول تفضح عرض واحدة؟ هل انت كده خدت حقك؟ لو هي غلطت فيك وقالت لك انت كذا او كذا او كذا، قالت لك ابعد عني يا كذا يا كذا يا كذا، ايا كان الكلام اللي قالته، وتقوم ايه؟ لا
ازاي هي تشتمني، ازاي نقحت عليا رجولتي، اخد صورها وافضح امها، واجيب صورها بقى من على الفيسبوك، صورة ابوها وصورة امها وصورة اختها وصورة اخوها وصورة مش عارفة ايه، وافضح عرضهم مباح عندي. طب انت اخدت ايه؟ ده انت ممكن اللي انت بتعمله في بنات الناس يحصل في بناتك، يحصل في مراتك. طب ما عنديش زوجة، يحصل في بناتك، ما عنديش بنات، هيحصل فيك. ازاي؟ تيجي بقى بنت الحرام اللي تيجي تصورك وتقوم حاطه صورتك وانت معاها على السوشيال ميديا وتفتح عرضك. ما هي داين تدان. مش عايز تتجوز لان داين تدان، برضو هتقع في نفس الموقف، لازم تقف في نفس العرض. مش عندك ولا عندك ولا عندك، انت عقابك ايه عند ربنا وانت بتفضح ستر ولية على السوشيال ميديا. عندي على صفحتي لقيت بعض الصور والمحادثات، المفروض في واحدة وواحد بيتكلموا مع بعض بشكل قذر. طيب هي لو فعلا بتتكلم معاك كده، انت ليه هتطلع تفضحها؟ اكيد في خلاف حصل بينكم، والخلاف ده ادى ان انت تطلع تصور المحادثات دي علشان تحطها على صفحة الفيسبوك تفضحها وتحط صورها وصورة ابوها وصورة عيلتها. اذا الست دي في حاجتين: يا اما هي فعلا محترمة وما رضيتش تعمل حاجة تغضب ربنا معاك، يا اما في خلاف كبير. لكن حتى ايا كان الخلاف ما يخلكش ان انت تعمل عرضها عامل زي غسيل ونشره كده قدام الناس. بعض الرجالة اللي بيعملوا الحاجات دي في نظري خنازير. خنازير بيتجوز من بعضه، بياكل في بعضه في الطين، بيوسخ نفسه وبيوسخ الناس اللي حواليه والناس اللي تقرب منه. انتوا بالنسبة لي زي اللفظ ده بالظبط، خنازير. اتمنى لما يكون حد مثلا بتشتغل، واحدة ست بتشتغل ايا كان على المنصة اللي هي بتشغلها فيها، لما حد يخش يكلمها خاص ويقول لها الحكاية والرواية وانا 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 وانا، ما تمشيش ورا كلام حد. لان ايا كان الراجل اللي يخش يكلمك خاص له غرض تاني عايز يعمله. ولو وصلتي ان انت تطلعي كاميرا او تطلعي كذا او تطلعي كذا، ممكن الشخص ده لو الشيطان لعب بيك يعني يكون بيصورك عشان يفضح عرضك، عشان يتربح او لحالته النفسية الغير عقلية ان هو يدخل ويفضح عرض الولاية، حتى لو الشيطان لعب بدماغك. فابعدي ابعدي ابعدي يا بنت الحلال، ابعدي يا بنت الحلال عن اي حد يدخل من طريق دماغك، طريق ودانك والزن على الودان، ويقولك كلميني واتس، انا واحد كويس، انا واحد كذا، انا واحد كذا وعايز اتكلم معاكي، احنا نبقى اصدقاء اخوات. مفيش حاجة اسمها اصدقاء واخوات، عشان تبقي فاهمة. مفيش حاجة اسمها زي اخويا، مفيش حاجة اسمها ده راجل محترم. الراجل المحترم ده اللي بيظهر معاكي على السوشيال ميديا بيكون عنده خلفية تانية، بيكون عنده حاجة تانية في دماغه، عايز يوصل للغرض المعين ده وبعدين مع السلامة. ما يخشش يتغزل فيك ويقولك انت اجمل واحدة وانا بحبك وانا 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 وانت تصدقيه. مفيش حاجة من الكلام ده كله. على فكرة انا بشتغل في المنصات كلها، وانا بقول لكم انا عندي صفحات في المنصات كلها، وشفت حاجات زي كده كتير. مش مني انا، شفت رسائل خاص عندي كده كتير، وشفت عند الناس اللي انا بتكلم معاها عن طريق البيكي اللي هي عن طريق ان واحدة بتلعب مع واحدة، يعني احنا بنلعب مع بعض بيكي وربنا بيرزق الجميع. دي بتحكي وانا بحكي لها خدي بالك من فلان، خدي بالك من علان، ده لو دخل عندك خاص اعملي له بلوك، ده راجل مش كويس.
وبنفضل نتكلم مع بعض، وبنفضل ننبه بعض في الموضوع ده. وانا طالعه انبهكم، وطالعه اتكلم مع الناس اللي تسمعني لحد دلوقتي 10 دقايق اهو. وخلي بالكم من نفسكم. يلا، كل سنه وانتم طيبين، وربنا يتمم علينا رمضان باذن الله يا رب بالخير واليمن والبركات. مع السلامه.